انا لما كنت بتفرج على الكرتون ده وانا صغير كنت ببقى مبسوط قوي. من اول الاغنية لحد اخر الحلقة كنت بستمتع بيها. بالنسبة لي ده كان من المسلسلات الكرتونية الجميلة اللي عمري ما شفت زيها. حبيت افكركوا بيه ونعرف ازاي بدأ والدبلج كمان للمصري، وهل في نظريات صدمة ليه ولا لأ. ده اللي هنعرفه مع بعض. بس قبل ما نبدأ ياريت تشترك في القناة علشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. قصة الكرتون باختصار هتلاقوها في أغنية الكرتون نفسه. إن تيمي تيرنر الولد الصغير اللي زهقان من حياته، من أبوه وأمه اللي كانوا مش مهتمين بيه، واللي كانت تصرفاتهم غريبة وعبيطة جدا. وكانت معاه المربية بتاعته فيكي، البنت الباردة دي اللي كانت بتضايقه وتعذبه. كان بيسيبهم ويطلع الأوضة بتاعته اللي فيها سمكتين، بس دول مش سمك عادي، دول أبوين سحريين بيحققوله كل اللي نفسه فيه. والحلقات بتبقى فيها مغامرات كتير جدا وبتبقى ممتعة جدا. المسلسل كان من إنتاج شركة نيكولوديان، وبدأ سنة 2001، واتعرض على قنوات كتير. في الأول اتعرض على قناة ديزني الشرق الأوسط، واتدبلج ساعتها للغة العربية وتحديدا باللهجة المصرية العامية. لا، انا بالغلط نحت راجل صغير بينحت راجل صغير بينحت، دي وحشة جدا. وفي حلقات تانية اتدبلجت للغة العربية الفصحى، واتعرض على قنوات MBC 3 وعلى سبايس تون. بس بصراحة الكل أجمع على حب الدبلجة المصرية. تجاوز الوقت موعد نومك. لكن لا تجادل، إلى السرير وبسرعة ولا تكرهني على إحضار. المسلسل اتعمل منه 10 أجزاء بعدد حلقات 172 حلقة، وآخر موسم ليه كان في سنة 2017. وبالنسبة للشخصيات الرئيسية بتاعته، كانت الشخصية الأولى طبعا تيمي تيرنر، وأبوه السحريان اللي هما واندا وكوزمو، وبوف اللي كان أخ سحري لتيمي، وأبوه وأمه الحقيقيين، وفيكي جالسة تيمي الشريرة. لحد هنا والموضوع جميل، بس في شوية نظرات طلعت للكرتون غيرت المفاهيم عند ناس كتير. زي إن في نظرية مؤكدة بنسبة كبيرة بتقول إن كوزمو وواندا كانوا مجرد خيال في عقل تيمي، وإن حياته كانت ظروفها وحشة جدا بسبب إن والده ووالدته على طول مهملين ومش مهتمين بيه. ولما جابوله جليسة أطفال بقت تعامله أسوأ معاملة وهم مش مهتمين. ده خلى تيمي عنده اكتئاب حاد، وبقى ياخد أدوية اكتئاب قوية جدا أثرت عليه وخلته يتخيل وجود كوزمو وواندا علشان يتخيل حياته أحسن. واللي بيقوي النظرية دي إن مفيش أمنية تيمي تمناها وفضلت أثرها موجود لتاني يوم. دايما كانت بتختفي بعدها وحياته بترجع زي ما كانت. ودي كانت أول نظرية معانا. وفي نظرية تانية بس ضعيفة شوية بتقول إن تيمي يتمنى من ولديه السحريين إن يكون عنده قوة خارقة، وبعدها هم اختفوا. ودي تقريبا غيرت حياته وخلاه يبقى داني الشبح. حتى لو لاحظت في شبه كبير بين الشخصيتين في الشكل، حتى شكل أبوهم شبه بعض بالظبط. بس النظرية دي ضعيفة جدا. برضو كانت في حاجة في المسلسل مش فاهمها، زي إن أبوه وأمه ملهمش اسم خالص في الكرتون، ولا مرة عرفنا اسمهم. ده عكس كوزمو وواندا اللي اسمهم موجود على طول. وده بيقوي النظرية الأولى. يعني بنلاقي كوزمو شخصيته بتحب المرح والفوضى والهروب من الواقع، عكس واندا اللي عندها العقل والاهتمام اللي تيمي ترنر بيتمنى وجوده. وده بيخلي السحر وسيلة دايما علشان يتخيل عالم تاني يلاقي فيه العطف والاهتمام اللي ناقصه. وبكده النظريات خلصت معانا، وإن تيمي تيرنر طلع مريض نفسي. حتى لو كنت عرفت كده وأنا صغير كنت هتفرج عليه برضه. الكرتون جميل جدا وكل حلقة بتبقى غير التانية. بس كده أنا وصلت لآخر الحلقة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك في القناة علشان يجيلك كل جديد، وقولي رأيك في الكومنتات، وعايزين نتكلم عن مين الفترة الجاية.